أهلا متابعين ترند النهاردة. ظهرت نادين الراسي برفقة ابنها في أحدث سوريا وهي بتبوس ايد ابنها. يمكن ناس كتير اوي اتعاطفت مع الفيديو ده أول ما نزل على صفحتها على الانستجرام، وتعليقات إيجابية كتير عليها اللي هو ربنا يخليه ليكي أو ربنا يحفظه. طبعا كلنا عارفين ان نادين الراسي عاشت أيام صعبة جدا بعد وفاة شقيقها اللي هو جورج الراسي، وحادث أليم جدا، وكلنا شاهدنا طبعا فيديوهات الحادث وقد ايه كانت نادين الراسي حزينة. يمكن ده أحدث ظهور ليها تأسفها بعد الحادث مع ابنها كمان، لان كتير قوي ما يعرفش ان نادين الراسي عندها ابن كبير وده احدث ظهور ليها. طبعا ده كان ترند في لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور النزول المقطع على صفحتها على الانستجرام، وتعليقات ايجابيه كتير جدا نزلوها على الصفحه. وغير كده كمان نادين الراسي بدأت تستعد لنشاطها الفني بعد وفاة أخيها. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.